السلام عليكم متابعين ديالنا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. نهار جديد وفيديو جديد. سمحوا لي كنعبر عليكم في هذه القناه هذه ان شاء الله. دابا غنشارك معكم شي شكيلات ديال الحلوى بساطين وساهلين، وبغيتكم تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر حيت غنشارك معكم واحد الشكل ديال الحلوى ديال التمر. عندنا نص كيلو ديال التمر. غنشارك معكم واحد غريبيه. المهم داكشي ساهل وفي الدار وكلشي، والطريقه والسر النجاح ديالها. بغيتكم البنات تبقاو من الاول حتى الاخر الفيديو. هنا عندي نص كيلو ديال التمر، درت فيها معلقه جنجلان، معلقه كيوكو مهرمش، ولا ديروا اللوز ولا استغناو عليه اللي بغيتو، معلقه القرفه مطحونه. صافي هنايا عندي 400 غرام ديال الزبده، راه نسيت درتها في القصريه، نسيت ظهري راه ما نقدرش نعجنها. 400 غرام ديال الزبده غنقطعها دابا. الزبده نتوما عارفين الحال بارد، هي قاصحه شويه. العجانه اللي غتفكني منها 400 غرام ناخذ منها واحد الطريف صغيور نديرو تمايا في التمر. عندي ربع كاس سميتو نص كاس ديال الزيت الروميه، وعندي ربع كاس ديال المزهر، وعندي واحد فاني اختياريه. الا بغيتو ديروا هاد المزهر ديروه، ديال الزهر الا بغيتو ديروا هذا ديروه. معلقه كبيره ديال السكر، معلقه عامره ديال السكر كلاصي، حيت غنفندوها في السكر كلاصي، ما خصناش نديروا السكر بزاف في العجينه. راه درتها كيما قلت لكم في القصريه، نسيت راسي تا شويه درت المقادير في القصريه زعما انا غنعجن وانا اصلا مبلوكيه من الصباح ملي فوق السطح ما قادرش نتحرك بظهري والله العظيم. الله يشافي الجميع وصافي والله الحمد لله والشكر لله. المهم على حساب غتبقاو معايا على حساب الصداع ديال الماكينه حتى نعجن، ونبقى ندير الطحين تدريجيا. ارتاحيت غديت وارتاحيت ورجعت. دابا عاد نطيب هذه ديال التمر. دابا كنتقبها شويه، ها كندير 4 تقيبات ولا اللي قديتو عليه ديروه. ملي كتقبوها ما كتنفخش ليكم، ما كيمشيش ليها هذا الشكل، كيبقى الشكل ديالها زوين. الا درتوها بحال ما هكا، الا خدمتوها بعدا وخدمتو وطيبتوها في البلاصه راه كتنفخ، كيمشي لا الديكور. السر ديالها هو التقيبات هذه باش ما تنفخش لينا. والسر ديالها هي تخدموها في الصباح وتخليوها حتى العشيه، ولا خدموها في الليل وخليوها حتى الصباح طيبوها. يلا بقاو معنا دابا على هادي غنشعلوا ليها الفوق العافيه من هذا من التحت حتى طيب بحال اي حلوه، بحال صابلي بحال، ونهبطوها لتحت تحمر شويه ونخرجوها ونكملوا معكم لا فيديو. المهم ما قلتش لكم دابا ملي غندير هذا الطيب غنحيدها على جنب، غنخلط واحد الغريبه وغنشاركها معكم بالاسرار ديالها حتى هي ان شاء الله باذن الله بالطريقه ديال الطياب. يلا تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. المهم البنات كيما شفتوا معايا التمر ديالنا راه تسالى، طيبناه وجدناه. انا طيبت راه التمر درتو في الصباح حيت هذاك الشكل ضروري خصو يرتاح كيما قلت لكم، وخليته حتى العشيه. مشيت كي ارتاح لي ظهري شويه، كان مره كيحرقني الصباح، وتقبته وطيبته وجدته حيدته على جنب. دابا جيت نوجد معكم الغريبه عندي سهله، دغيا كيتوجد لي. عندي غير كيلو طحين تقريبا، ربعه الزبده تقريبا كيلو طحين. عندي هنا كاس لاروب ديال كاوكاو مطحون،
الاختيار كيبقى ديالكم، ديري كاوكاو ولا اللوز ولا الاختيار ديالكم. وبسكوي ديروا ماريا ولا جريوها جوج بسكويت ديال درهم، عوض تشريو ماريا ب6 دراهم شراها جوج غير هيرنيس صافي. هيرنيس جوج بمعادي صابلي ديال درهم جوج، طحنيهم. وهنا كاس لاروب ديال الجنجلان صافي. كنديروا الزبده ديالنا رابعه ديال الزبده كما قلت لكم، ها هي 250 غرام ديال الزبده. كنديروا معاها جوج كيسان ديال السكر. انا كندير بزاف السكر وبزاف الزيت، ولكن انا نعطيكم العبار بالكيسان باش يجيكم العبار مضبوط، يجيكم هو هذاك. شوف الكاس مقادس ديال السكر، غنزيدو كاس اخر جوج كيسان السكر وجوج كيسان الزيت. هاد العبار الا جربتوا هاد الغريبه هادي راه والله العظيم تطرحوا عليا الوالدين، حيت ناجحه 100%، ماشي زعما كنعطيكم شي مقاطع مضبوطين. غنديروا جوج كيسان الزيت. دابا الكاس الاول غنديروه دابا مع هذه. بلاتي نقطع شويه الزبده، غنقطع شويه الزبده مع البارده شويه، خافت غتجي قاصحه شويه في العجينه. صافي قسمتها. الكاس الاول غنديرو دابا مع الزيت والسكر، والكاس الثاني غنخليه حتى تبدا العجينه تعجن باش ما طيرش ليا ديك الزيت طلع. عاد نكمل هاد الكاس الثاني، وملي تطلق لينا الزبده ديالنا عاد نديرو النواشف. نديرو ديك السوائل اللي يديرو تعجنوا مزيان. عاد نديرو النواشف. الا بغيتو تعجنوا بيديكم راه كيما درت انا في العجينه ديروا في يديكم. غديروا السكر والزيت، السكر والزبده في المصريه ديالكم، وتزيدوا كاس الزيت ولا نص كاس ديال الزيت، وتنعسوها مزيان مزيان باش كتجيكم ساهله. الا درتو غير الزبده والسكر كتجي صعيبه شويه باش تذوب. صافي دابا غنخليها تعجن شويه. يلا بقاو معنا باش ما نطولوش عليكم لا فيديو. صافي ها الغريبه ديالنا تدلكات مزيان مزيان، تعجنات مزيان العجانه. والله العظيم الا الرحمه، والله القسم، والله العظيم البنات الا الرحمه. بحالي انا دابا غير غدا عاوجه غير هكا الرجاله كتنفع. شوف تبارك الله، ها هي مدلوكه على الحقيقه. انا غنجلس ما نبقاش واقفه ونخدمها، بلاتي نكور معكم شويه وغنمشي نجلس ونكملها. شتي هي كيفاش الطريقه اللي كنكورها. خصها تجيو بالعبار واحد. وبالنسبه للطياب ديالها الفران ديال البوطه كنشعل ليها من الفوق. السر هو في الطياب، كنشعل لها من الفوق حتى تبدا تشقق. ملي تبدا تشقق عاد كنشعلوا ليها لتحت، كنبقاو شاعلين ليها الفوق العافيه من الفوق ومن التحت. هنا في الفران ديال الضو راه غنشعل لها من الديبار الفوق والتحت. انا غنديرها في الفران ديال الضو حيت هاد البوطه مره غير خسرها لي وصافي عيان. غنديرها في الفران ديال الضو ونشعل ليها من الفوق ومن التحت، وان شاء الله نطلب ربي ما يحشمناش تشوفوها معنا اغلب المتابعين. تكون غريبه ناجحه وحتى نتوما تجربوها. يلا المتابعين بقاو معايا. المهم ما قلتش لكم البنات راه كيلو ديال الطحين ربع زبده راه كديري كيلو ديال الطحين. المهم ها هي كورتها دابا غنديرها في الفران كما قلت لكم العافيه شاعله من الفوق ومن التحت. وبقاو معنا حتى نساليو الغريبه ديالنا ونكملوا معكم. المهم البنات ها هي التمر ديالنا، ها هي واجده كما شفتوها تبارك الله ما شاء الله. ها هي واجده، واخا هكاك راه ما بيتهاش، راه خسرات ليا الزواقه ما بقاتش كما قلت لكم شويه وصافي. ها هي شوف باينه الزواقه كتبان اكثر من هكا ملي كنبيتها. دابا خدمتها في الصباح وطيبتها في العشيه، واخا هكاك ما دايراش ما بايناش بزاف. ها هي شوفوا، ها هي. المهم كنفندوها بحال ما هكا السكر كلاصي سبيسيال. والغريبه ديالي ها هي حتى تبارك الله ما شاء الله. شفتوا كي جات راه ناجحه 100%. قربي ليهم يتبان ليهم داك التشققات ديال الغريبه، بينيها مزيان مزيان. ها هي شفتوا تبارك الله، واخا غير في الفران ديال الدار خرجت يا سلام. المهم كتعجبني انا غريبه، كتعجبني غريبه طايبه مزيان. بلاتي نجيب الموس، بلاتي نشاركو معكم وحده تشوفوها. ها هي شفتوا ما شاء الله. ها الحلوه ديالنا ديال التمر ها هي كي كتجي من الداخل، ولكن ها هي كي كتجي كتذوب في الفم، كتجي كتذوب البنات في الفم، كتفرتت. والغريبه حتى هي ما شاء الله
محمره وطايبه مزيانه كتعجبها غريبه هكايا وطايبه مزيان. وحتى اغلبيه الناس اللي كنخدم ليهم كتعجبهم هكا محمره طايبه مزيان. ايوا صافي هي هذه الحلوه ديالنا. بلاتي نسالي كلشي نجمعها ونكملوا معكم. السكير ديال التمر سطع نبيعو هو اللي عطاني، راه عطاني 63 حبه بالحساب ما شاء الله اللهم بارك. غريبه حتى هي ديالنا كيلو ديال الطحينه هو شحال عطانا ما شاء الله، تفصيل كبير مخفف ما شاء الله اللهم بارك. الغريبه ديالنا زوينه طيبه على حقها وطريقها ومشخوخه. ايوا صافي هو هذا الفيديو ديالنا. نتمنى ما تنساوناش من البارطاج واللايكات ديالكم، وبكم كنزيدو لقدام. السلام عليكم.